هربني هو بحال ما كاينش معنا مدرب بن هاشم مور الندوه الصحفيه قال لهم باللي راه اللاعب ديال الرجاء بداو كيطيحوا وحنا راه لعبنا مع اليوفي ومع السيتو ما كناش كنطيحوا. شحال هادي ما شفت ايقاع بحال هكا واللاعب كل 5 دقائق يطيح فيما دير هجمه يطيح لاعب. مباراه كانت ضعيفه. خاص بن هاشم بلا ما نبقاو نحمل المسؤوليه ولا نلصقوا شي في شي، راه بجوج بكم زعما لا المدرب ديال الرجاء لا نتايا لا اللعابه ديال الرجاء لا اللعابه ديال الوداد كاملين في هوا سوا، كلشي واكل الكرتون. انت ما لقيتش حلول وكتبان فيك انك كنتي مخلوع وكنتي باغي غير تعادل. شوف راه باينه اللعب راه باين كيبين بان الوداد البارح كانت باغا تخرج غير بتعادل، حيت مزيانه كنت كابن هاشم راه مزيانه لك ما غينوضش لك واحد الصداع والدبان والروينه كذا وغتهنى وفي الصالح ديالك التعادل. عكس الرجاء لعب معاك من اسوء النسخ ديالها اللي انت من المفروض كان خاصك تربحها. اما الرجاء راه نورمالمون راه داخلين هما اصلا كجمهور عارف راسهم داخلين خاسرين حيت كيشوفوا الاداء ديالهم في هذه المباريات الاخيره. يعني الضغط راه كان عليك انت ماشي على الرجاء، ومع ذلك الرجاء قسما بالله يا عظيم الدراري كل ما داك 10 دقائق الاولى اللي تطلق فيها الكراكاج والله كانوا غيجيبوا البيت. الرجاء كانوا غادي يجيبوا البيت، كانوا واكلين الوداد. اللي هرس ديك 10 دقائق ان الرجاء ما تماركيش هو داك الكراكاج اللي طلقوه الجمهور ديال الرجاء تما. صافي بحال هزيتي رجاء وحطيتي رجاء.